اهلا بيكم من جديد. فيلم النهارده هو فيفو. خلينا نبدا على طول، بس الاول اعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. بطل فيلمنا النهارده هو بطل استعراضي كبير، حيوان اسمه فيفو اللي بيقدر يخلي الكل ينتبه له من براعه راسه وجمال صوته. مش بس كده، الاغنيه اللي بيغنيها بتكون عباره عن قصته، وهي انه وقع من عربيه شحن وهو صغير جدا، والكلاب في الشارع فضلت تطارده فطلع فوق شجره علشان يهرب منهم، وبالصدفه اندريس شافه فمشى الكلاب وطمنه وعزف له موسيقى بالجيتار بتاعه، وفعلا اطمن له فيفو ونزل قعد معاه. ومن يومها احتفظ بيه اندريس وسماه فيفو، وبقى يلف بيه الشوارع ويقدموا استعراضهم المميز. وبعدها بيقلع فيفو طاقيته وبيجمع من المتفرجين فلوس كويسه جدا، مع ان محدش كان بيفهم كلامه، لكن اندماجه مع الموسيقى ورقصه كان كفايه جدا انهم يفهموا انه فنان كبير. اندريس كان كريم معاه وبيحبه بجد مش بيستغله، وكان بيجيب له كل الاكل اللي بيحبه، وكانوا عايشين مع بعض مبسوطين جدا، لحد ما في يوم وصلت رساله لاندريس من مارتا حبيبته القديمه اللي سابته من زمن بعيد، وطلبت منه يحضر اخر حفله ليها في ميامي، وجوه الرساله كان في تذكره سفر ودعوه للحفل. واول ما خلص اندريس الرساله كانت الفرحه مش سايعاه، وقال بعلو صوته اسم مارتا، فتجمع كل الناس اللي في الشارع وكانوا عارفينها لانها فنانه مشهوره جدا، والكل قال له لازم يسافر ليها ويشارك في استعراضها الاخير. والوحيد اللي ما كانش فاهم ولا عارف مين مارتا دي ولا عايز يسافر في حته هو فيفو. وحتى اندريس كان متردد، بس علشان الناس تقنعه جمعوا له فلوس السفر علشان كانوا عايزين يتفرجوا على عرضهم الرومانسي من تاني. وبعد ما روح اندريس حكى قصته مع مارتا لفيفو، وقال له انها كانت افضل مغنيه، وكانوا بيشتغلوا مع بعض في فرقه واحده وكسروا الدنيا، وكان بيحبها جدا بس خبى شعوره ده جواه، لحد ما في يوم من الايام شجع نفسه وقرر يعترف لها بحبه. وقبل ما يفتح بقه دخل عليهم منسق حفلات في الولايات المتحده وعرض على مارتا عقد عمل في ميامي، ففرحت جدا، واضطر اندريس يخبي مشاعره علشان يسيبها تحقق حلمها، وسافرت مارتا على طول. ولما حس اندريس بالوحده في غيابها الف لها اغنيه واحتفظ بيها مع كل ذكرياته، وقال لفيفو انه لازم يسافر ليها ويديها الاغنيه بنفسه، وحضر شنطته وهو متحمس جدا، على عكس فيفو اللي كان متضايق جدا وشايف ان السفر ملوش اي لازمه لان عدى وقت طويل قوي على فراقهم، وسابه ونزل. بس لما قعد لوحده افتكر ذكرياته مع اندريس وازاي كان طيب وحنين معاه من اول يوم شافه فيه، وحس انه لازم يشجعه يعمل اكتر حاجه هتسعده. فرجع البيت ولما لقاه نايم حضر له الشنطه بنفسه، واول النهار ما طلع وقف اعتذر له عن سخافته معاه، لكن اندريس كان لسه نايم، ولما حاول يصحيه اكتشف انه هينام نوم ابدي لانه مات، ولقاه ماسك الاغنيه وكاتب عليها الى مارتا. ومره واحده كل الشبابيك اتفتحت والهوا طير الورق، ففضل فيفو يجري وراها لحد ما لحقها. ويوم جنازته الكل ودع اندريس وحط له ورد، ومن ضمنهم كاتريس وبنتها غابي من عيله اندريس اللي جم مخصوص من فلوريدا لحد كوبا علشان يحضروا الجنازه. وكان فيفو واقف مصدوم، فراحت جابي اتعرفت عليه وقالت له يجي يعيش معاهم، بس هو رفض، وفضل طول الليل قاعد عند قبر اندريس لوحده ويغني له وهو حزين، وكان نفسه اندريس يرجع يغني معاه. وفجاه ظهرت قدامه الاغنيه اللي كان عايز يوصلها لمارتا، فقرر فيفو انه يوصلها بنفسه. وهو ماشي شاف جابي وهي بتعزف على الصفاره بتاعتها، ولما سالتها امها بتعمل ايه فقالت لها انها بتعزف لفيفو عشان يسمعها ويرجع معاها لفلوريدا. بس والدتها قالت لها ان عندها حيوانات كتير وما ينفعش كمان تاخد حيوان بري معاها على الطياره. وقاطع كلامهم جار اندريس اللي جاب لهم شنطه مليانه حاجات لاندريس، شرايط موسيقى وكمان اكورديون، ففرحت بيهم قوي جابي، وفكر فيفو انه يستخبى جوه الشنطه من غير ما حد يشوفه، وفعلا عمل كده. واخيرا وصل البيت وحاول يفتح الشنطه بس ما عرفش، والسوسته قفلت على ديله، بس ما حدش حس بيه. ولما اصرت جابي على رايها زعقت لها امها واديت لها هدوم الكشافه وقالت لها لازم تنضم ليهم ويبقى لها اصحاب، وسابتها ومشت. وبرضه ما اهتمتش جابي بكلامها واصرت على رايها اكتر ووقفت تاكل، ولاحظت ان الشنطه بتتحرك فخافت جدا واخدت سكينه وفتحت الشنطه، واتفاجئت جدا لما شافت فيفو وكانت هتطير من الفرح. ومهما فيفو حاول يهرب منها كان بيلاقيها في وشه، لحد ما وصل لاوضتها وشاف دولاب مليان قبور صغيره لحيوانات ميته فخاف جدا، وخبته جابي لما سمع صوت امها بيقرب. وفعلا دخلت امها وما شافتوش وطلبت من جابي تلبس لبس الكشافه بسرعه وسابتها ومشت. وقفت جابي تغني على صوت موسيقى عالي جدا وتقول انها مميزه في عالم ممل، وكل اللي عايزاه هو انها تقعد لوحدها مع الموسيقى بتاعتها. وكان فيفو متضايق جدا من الصوت العالي وحاسس بالازعاج وهرب منها. واول ما خرج من البيت استغرب المكان وما كانش عارف يمشي في اي اتجاه، وفجاه ظهر قدامه اتوبيس كبير عليه صوره مارتا وعرف انه رايح ميامي، فركبوا بمنتهى الثقه. بس الركاب اول ما شافوه فضلوا يصرخوا من الخوف، وسواق الاتوبيس طرده ورشه بمبيد لانه ممنوع ركوب الحيوانات. ويا دوب فيفو لسه هيشم نفسه لقى قدامه كلب ضخم عايز ياكله، فجرى وهرب منه وما كانش قدامه غير انه يرجع على بيت جابي. واول ما شافته قالت له انها عارفه انه عايز يروح لمارتا لانها قرأت الرساله اللي في الصندوق، ولما سالته عن السبب ورالها الاغنيه، ولما قريتها خبته في شنطتها وراحت لامها وفضلت تتحايل عليها توديها الحفله، بس امها رفضت وقالت لها تستعد للكشافه وبس. وقعدت على الكمبيوتر وحجزت تذكره اتوبيس لميامي وراحت استلمتها، وهناك لقت فريق الكشافه بتاعها بيبيعوا الكيك للناس، فحاولت تستخبى منهم قبل ما يشوفوها بس برضه شافوها، وحاولت تتحجج انها ما تعرفش موعدهم وانها كانت مشغوله في انقاذ فيفو. بس وهي بتتكلم
معاهم كان وصل الاتوبيس ومشى كمان، فجرت ركبت العجله بتاعتها عشان تلحقه، وجرى وراها بنات الكشافه عشان يرجعوها ليهم وياخدوا منها فيفو. فحاول فيفو يبعدهم ورمى عليهم كل الحاجات اللي في شنطه جابي، وكانت بنات الكشافه بتنتقد كل اللي حواليها، وبصراحه كان عندها حق، جابي ما تحبش تنضم ليهم، وده ما يمنعش برضو انها متهوره لانها عدت على الكوبري مع انه اتقفل، والنتيجه ان الكوبري اتفتح ووقعت من عليه على مركب في البحر مليان رمله. كانت هي وفيفو وطمنته انها لقت خطه بديله وهيروحوا عن طريق مختصر، وشاف فيفو عوامه ففتحها عشان ينزلوا فيها، بس جابي رمت عجلتها على العوامه واتخرمت وضاع اخر امل ليه. وفي الوقت اللي كان فيفو متضايق ومتنرفز كانت جابي لقت حل تاني، لان دايما عندها خطه بديله، وصنعت قارب صغير بنفسها من كراكيب المركب، وكانت طول الوقت مش بتيأس وبتستمتع بكل حاجه حواليها. وفي نفس الوقت كانت امها في اوضتها وعرفت انها حجزت تذكره اتوبيس ورايحه الحفله، فاخدت عربيتها وقررت تروح ليها. اما جابي وفيفو فكانوا وصلوا لغابه بعيده، والمكان كان خطر جدا والميه مليانه تماسيح، فقعدوا يغنوا. وكالعاده جابي ما كانتش زعلانه، وقالت لفيفو انها بتحب جدا تطبل وممكن تعلمه لو يحب، وفعلا بدات تعلمه واستمتعوا بوقتهم. لكن مره واحده قامت عاصفه وجرفتهم الميه وطارت منهم ورق الاغنيه، وحاولت جابي تمسكها وفعلا لحقتها، بس وقع فيفو واتعلق في شجره وبعدوا عن بعض. في الوقت ده كانت كاتريس عماله تتصل بجابي عشان ترجعها للبيت، بس جابي ما كانتش بترد، ولما وصلت بعربيتها للاتوبيس فضلت ماشيه وراه وكانت فاكراه ان جابي راكباه. في الوقت ده كان الجو اتحسن في الغابه، وقرر فيفو انه يدور على جابي، بس طبعا الموضوع كان صعب جدا وخصوصا ان الغابه كبيره قوي، وجات له فكره انه يطلب من الطيور تطير بيه ويساعدوه عشان يدور على البنت صاحبته. وحظه وقعه في طائر قرر ينتحر عشان بقاله 8 سنين مش عارف يتعرف بالطائره الثانيه اللي حبها، فقرر فيفو انه يساعده مقابل انه يوصله لجابي. فوقفه وشجعه يتكلم معاها وقال له يعرف نفسه عليها ويقول لها كلام حلو عن جمالها، وفعلا لما عمل كده اعجبت بيه وطاروا هما الاثنين لبعيد. وحاول فيفو يرجعه علشان يكمل اتفاقه معاه بس ما سمعهوش. وكانت مارتا بتتدرب على حفلتها وبتسال عن اندريس وما كانتش تعرف انه مات. اما جابي فبعد العاصفه وقفت تدور على فيفو، واتفاجئت لما لقت قدامها بنات الكشافه جم وراها لحد المكان ده بمركب والد واحده منهم علشان ياخدوا منها فيفو، فقالت لهم انه ضاع منها، فاتريقوا عليها وقالوا لها يبقى اكيد هيموت زي كل الحيوانات اللي بتقتلهم، وقالوا لها لازم تساعدهم عشان يلاقوه والا هيقطعوا ورقه الاغنيه اللي وقعت منها وهم لقوها. فاضطرت انها توافق، وفعلا فيفو كان في خطر لان تعبان كبير جدا وشرير كان ماسكه، وقال له انه مش بيحب يسمع صوت خالص، وكل الحيوانات وكمان الطيور الموجودين عارفين كده كويس، وكان هياكله بس فيفو هرب، والتعبان وصل له فتح بقه على اخره عشان ياكله. فجه الطائر وصاحبته الجديده وانقذوه وطاروا بيه بعيد علشان يلاقي جابي، وللاسف التعبان وصل لها قبله وطاردها هي وبنات الكشافه. ولما فيفو سمع صوتهم بيصرخوا نزل على طول، واول ما شاف التعبان فضل يطبل ويعمل اصوات عاليه عشان يضايقه ويخليه يجيله ويبعد عن البنات، وفعلا فضل التعبان يجري وراه، وفضل فيفو ينط من غصن لتاني ووراه التعبان لحد ما اتكتف وخلصوا منه، وشكروه البنات وقالوا عليه بطل. ولما جم يدوله ورقه الاغنيه اكتشفوا انها وقعت في الميه واتقطعت، وزعل جدا فيفو وركب مع جابي والبنات مركب علشان يرجعوا. جابي كمان كانت زعلانه جدا وفضلت تغني الاغنيه لانها حفظتها من الورقه، بس قالتها بلحن متلخبط خالص. فوقف فيفو ومسك الصفاره بتاعتها وعلمها اللحن الصح، لمعت عين جابي وفرحت انه حافظ اللحن وهي حافظه الكلمات، وبكده تبقى الاغنيه ما ضاعتش. ورجعوا بالمركب تاني لميامي، وفي الطريق خلته جابي يعزف اللحن وهي كتبته مع الكلمات. واخيرا وصلوا الكازينو ووصلت لهم كاتريس كمان، واول ما شافتها جابي جريت والامن بقى بيطاردها، ولما لقت شباك اوضه مفتوح دخلت فيفو وقالت له يفتح الباب، لكن الباب كان مقفول بالقفل ومعرفش يفتحه. فقالت له غابي انه لازم يكمل المهمه لوحده، وادت له الاسوره بتاعتها اللي مكتوب عليها افضل الاصدقاء، فاخدها وكمل طريقه. وجه الامن مسك جابي، وكان خبر وفاه اندريس وصل لمارتا وزعلت عليه جدا لدرجه انها فكرت تلغي الحفله، بس لقت في وشها فيفو وعرفته من صورته المنشوره في المجله مع اندريس، فادالها فيفو ورقه الاغنيه وفرحت بيها جدا، وشكرت فيفو ان جه من كوبا مخصوص علشان يديلها اخر ذكرى من اندريس. ولما جت الفرقه تستعجلها علشان تستعد غيرت رايها وقررت تكمل الحفله وتغني كمان اخر اغنيه لاندريس، وقالت لفيفو ان اكيد اندريس فخور بيه لانه عمل له حاجه الوحيده اللي كان نفسه يعملها قبل ما يموت، ويعتبر نفذ له وصيته. ففرح فيفو. وفي الوقت ده كانت جابي مع امها في العربيه راجعين بيتهم وبتحاول تفهمها اللي كانت بتعمله، انها كانت لازم توصل الاغنيه لمارتا، بس امها ما كانتش مصدقاها، وقالت لها ان فيفو في كوبا. بس مره واحده لقيته على ازاز عربيتها، ودخل جابي من الشباك وحضنها، ففهمت امها انها ما كانتش بتكذب عليها وبتقول لها الحقيقه، فقالت لها انها برضه ما كانش ينفع تسافر المسافه الطويله دي من غير اذنها. فاعتذرت لها جابي وقالت لها ان اندريس ما لحقش يقول لمارتا انه بيحبها زي ما هي برضه ما لحقتش تعترف له بحبها، وفضلت تعيط. حضنتها امها ورحبت بفيفو معاهم في العيله، واخدتهم وراحوا كلهم على حفله مارتا، وسمعوها وهي بتغني اغنيه اندريس، وحس فيفو ان شايف اندريس وهو بيعزف مع الفرقه وبيرقص مع مارتا. وبعد الحفله رجعوا كلهم على البيت، وبقى فيفو هو وصديق جابي المقرب اللي ملازمها في كل خطوه، واخدته واخدت معاها سماعاتها وقدموا استعراض في نص الشارع وغنوا اغنيه حكوا فيها مغامرتهم لميامي، والكل فرح بيهم
ورقص معاهم بما فيهم كاتريس وكمان بنات الكشاف. والمفاجأة ان مارتا كمان راحت لهم مخصوص وغنت معاهم وعاش الكل في سعادة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلم فيفو. فلو عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وهل فعلا ممكن تسافر وتجازف بحياتك علشان صاحبك؟ ويا ريت تدعمونا بالسبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.